تعال اقول لك بسرعة ملخص مباراة الاهلي وزد اللي النهاردة انتهت بفوز زد على النادي الاهلي 3-1. بس مبدئيا صلي كده على حبيبك النبي علشان انا وانت ناخد حسنات. مبدئيا صحيح النهارده الاهلي اتغلب، بس انا جاي اطمنك واقول لك الاهلي اتغلب ليه يا غالي. الاهلي النهارده لعب من غير الدوليين وابتدى الشوط الاول بالتشكيل اللي هقول لك عليه ده. مصطفى شوبير قدامه اشرف داري ومصطفى العش، ناحيه اليمين خالد عبد الفتاح وناحيه الشمال كريم الدبيس، وفي النص امام عاشور واكرم توفيق واشرف بن شرقي، وناحيه اليمين حسين الشحات وناحيه الشمال يحيى عطية الله، وفي الهجوم زعلوك. الشوط الاول على فكره علشان تبقى عارف النادي الاهلي طلع كسبان 1-0 بهدف اشرف داري باسيست يحيى عطية الله. هتقول لي امال حصل ايه؟ هقول لك الشوط الثاني يا غالي مارسيل كولر خرج ال10 لعيبه دول باستثناء شوبير، ونزل مين بقى؟ نزل كل فرقه 2005 ومعاهم قفشه وندفيد وعمرو السوليه وعمر كمال، ولذلك للاسف يا غالي لبسنا 3 اجوال. فانا مش عايزك تتخض خالص، انت لعبت اصلا من غير الدوليين وكمان لعبت شوط كامل تقريبا بالناشئين. وخلي بالك الماتش ده بس كان معمول علشان كولر يطمن على كام لاعب كده، انما ان شاء الله الاهلي واقف على رجله وجاهزين بامر الله لماتش الهلال السوداني يا غالي.